قاعدة الطبق البسيطة، طريقة سهلة وفعالة عشان ناكل أكل صحي. ناس كتير بتزهق من حساب السعرات الحرارية. طب يا ترى إيه الحل؟ الفكرة كلها في تقسيم الطبق، نص خضار، ربع بروتين وربع كربوهيدرات. نبدأ بنص الطبق نملاه خضار بأي شكل، سلطة أو مطبوخ مش هتفرق. بالظبط كده، بنبني وجبتنا الصحية خطوة بخطوة وبشكل واضح قدامنا. بعد كده ربع الطبق بروتين، الأفضل دايما إنه يكون قليل الدهون. يعني فراخ، لحمة، أو أي بروتين تاني. ده أساس الإحساس بالشبع. وآخر ربع للكربوهيدرات، دي بقى وقود الجسم ومصدر الطاقة. ممكن رز، مكرونة، بطاطس أو حتى شوفان. الخيارات كتير ومتنوعة. طيب ليه التقسيمة البسيطة دي بتشتغل كويس قوي كده؟ السر كله في الشبع. البروتين بيخلينا نحس إننا شبعانين وقت أطول. ولما البروتين بيقابل كربوهيدرات الهضم بيبطأ فبنفضل شبعانين. بس خلوا بالكم من حاجة مهمة جدا، الدهون المستخبية. تخيلوا، مجرد 5 معالق زيت فيهم حوالي 600 سعر حراري. الدهون دي غالباً بتكون في زيت الطبخ، الدريسنج أو الصوصات. وده بيوصلنا لأهم فكرة في الموضوع كله. الهدف مش حرمان خالص، الهدف هو إننا ناكل اللي جسم محتاجه وبس. الفكرة في الآخر إننا نسمع لجسمنا. ببساطة كده ناكل بوعي.